اهلا بيكم في قناه طبخه وفكره. النهارده عندنا طريقه كفته عاديه خالص بس تجنن، تحفه باقل المقادير وباقل الامكانيات، من غير كبه ومن غير حتى البهارات مشكله. هتطلع من تحت ايدك كفته تجنن. بصي معانا اي كميه لحمه. انا دلوقتي قسمت الربع اتنين. زي ما انت شايفه معايا قرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر، وهنا دقه بقى عاملاها في خلطه سحريه هتنقلها في حته تانية خالص، وكمون وفلفل اسود وشويه ملح، مش اكتر من كده. هنا بشرت البصلايه في المبشره، بصوا هنا سر الخلطه. يعني دي خلطه كنت عاملاها قبل كده، تقدروا ترجعوا الفيديو خلطات المشويات والكفته. هنا بقى حطيت البصليه المبشوره على اللحمه المفرومه اللي عندي، على الدقه اللي انا عاملاها معلقه، على قرن فلفل اخضر بتقطعيه بص صغير كده، ما تقلقوش هيدوب في اللحمه ويديها طعم الفلفل يجنن. وهنا قرن فلفل اخضر برضو اخدت نصه كده سبايسي كده، ان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم. بصوا قطعوا حتت صغيره كده، هيندمج مع اللحمه ويدي طعم ايه للكفته يجنن. بصي بتقدري انا ما عنديش كبه فاستخدمت ايديا فل شمعه منوره. احنا اللي هناكلوه واحنا بنعمله الاكل ببساطه زي امهاتنا كده، واهم حاجه عندنا البركه. بتبداي تدمجي الاكل زي ما انت شايفه. بصي الكفته في البصل في الفلفل في البهارات، تدمجيهم كلهم لحد ما يبقوا خليط متجانس كده، عشان تضمني ان كل حته اندمجت مع اختها وتطلع اللحمه كده مبهره وواخده من طعم بعضها. بصي بتدمجيها زي ما انت شايفه كده اهي. هنا بقى بصي دمجتها، هنجبت طبق تاني. وبصي بدات نشكلها من غير اللي هي العصيان بتاعت الشيش طاووق ولا حاجه، باقل امكانيات في قلب بيتك هتعملي كل حاجه. بصي بتعمليها صوابع صغيره زي ما انت شايفه، ممكن تعمليها كور اللي يريحك انت في بيتك كنت حره فيه. واهم حاجه يا جماعه البركه، وبالبساطه هتعملي كل حاجه حلوه بين ايديكي. انا ما عنديش كبه وما عنديش عصيان. هل عصيان شيش طاووق هل عيالي ما تاكلش؟ لا هتصرف، الجيش قال لنا اتصرف. بصي بتكوريها كلها زي ما انت شايفه كده، وتيجي على النار عشان الحته دي ما تصورتش، على طاسه فيها سنه زيت، وبتحطيها بتحمريها كده على النار من فوق، بتقلبيها لحد ما تاخد وش من بره ومن تحت ومن فوق وتتلون معاكي. بصي كلها طلعت قد بعضها اهي، بنسويها على البوتاجاز من فوق. بصي طلعت معايا اهي، شكلتها بقى زينتها فلفل احمر فلفل اخضر وطماطم عشان العين بتاكل قبل البق. وقبل ما اعمل دي كده جبت حته فحمايه برضو ولعتها وحطيتها في علبه وقفلت عليها كده عشان تاخد ريحه الفحم. اتمنى تعملوا لايك وشير.